شوف يا كابتن مجدي، هم في خدهم بيضه بس لازم حسام عبد المجيد. ليه لازم حسام عبد المجيد؟ دي طريقه لعب مين؟ نيوزيلندا. الحارس بيلعب الكره الطويله، الباكات فاتحه الملعب وتحتهم ستاره الثلاث لعيبه اللي تحت المهاجم. ليه ده كله؟ عشان ده الاسطى بتاعهم او المعلم بتاعهم او الكبير بتاعهم. كريس وود بيستلم الكوره وبيهدى عشان يدور على مين؟ رقم 11 جاست، ده ابنه. فاي كوره هتلاقيهم بيدوروا على بعض، بيلعب له الكوره، بيلعب له 1 2 مع اللاعب رقم 10 الثالث بتاعهم. هنا جاست كان هيستلمها بايده، كريس وود قال له اهدى خد هدف. دي العلاقه، دي فرقه بتلعب كوره. تاني مين هنا؟ كريس وود بيقول للاعب بتاع نص الملعب تعالى خد اللاعب رقم 6 ده وفضلنا المساحه دي. فعلا اللاعب نزل، بص خد اللاعب معاه. فجاه اللاعب الايراني مش عارف يروح للباك اللي فاتح الملعب ولا يقف مكانه، فجاه سابه. ايه اللي حصل؟ اللاعب رقم 6 لقى نفسه ساب مكانه والمساحه فاضيه. كريس وود هنا اتحرك صح، لكن اللاعب قرر يشوط في المساحه اللي كريس وود فضها له برضه. حلو. يبقى ليه لازم حسام عبد المجيد؟ عشان كريس وود اي كره عاليه بتاعته. ليه؟ عشان اي كره عاليه بتاعته. طب لو كره ارضيه نمسك ده جاست رقم 11، لعيب خفيف وسريع بيتحرك وفي الاخر بيرمي على مين؟ على الكبير بتاعهم، هو اللي هيعمل اي حاجه قبل الهدف ده. لو هو نفسه ما سجلش الهدف نروح لايه بقى؟ نقط ضعف مين؟ نيوزيلندا. اللاعب رقم 2 في نيوزيلندا عنده مشاكل كتير قوي، حتى في الاستلام والتسليم بتاعه مش احسن حاجه، غير الباك الشمال خالص. الكره هنا بتتلعب في ظهره، هنا كان ممكن يستلم الكره عادي خالص عادي ويوقفها. ايه اللي حصل؟ اتقطعت منه، الراجل راح سبرنت، هو مش في الصوره. طب ايه تاني عندهم نواقص؟ اقول لك بقى الكره العرضيه. الكره العرضيه كلها خطيره، ده هدف اوفسايد. الهدف الثاني اللي جابوه برضه من كره عرضيه. هنا هل حمزه عبد الكريم يقدر يستغل الكلام ده، ولا هنقول للعميد يا ريتك كنت خدت مصطفى محمد؟ لايك وفولو يا عميد.